ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن النرجسي وازاي بيرسم لك حياتك بالنص. بيكتب لك كده سيناريو وبيخليكي تمشي عليه. يرسم لك حياتك حتى لو انت مش عايزاها، حتى لو انت مش عايزة تعملي ده دلوقتي بيجبرك انك تعمليه. بيبرمجك بالظبط كأنه مشتري جهاز كمبيوتر جديد وقاعد يعمل له السوفت وير بتاعه ويبرمجه ويحط عليه كل البرامج اللي هو عايزها. فانتي نفس الكلام، بيبتدي يبرمجك، يحسسك انك لازم تمشي على اللي هو عايزه بالظبط. تبقوا في اول العلاقة مثلا ولسه بتتعرفوا على بعض، وطبعا دي مرحلة اللاف بامينج اللي يحسسك فيها انك احسن واحدة في الدنيا، وانك لازم تبقي كاملة مكملة، مفيش بعد كده. بيجي مثلا يقولك انا عارف ومتأكد انك طباخة شاطرة جدا جدا، حاسس كده، حاسس انك طباخة شاطرة قوي، مع انك ممكن تكوني ما بتحبيش المطبخ اصلا ولا بتحبي تطبخي. فتبداي انت تعملي ايه؟ تدخلي المطبخ غصب عنك وتتعلمي الطبخ رغم انك ما بتحبيهوش، وتغصبي على نفسك بانك تتفرجي على برامج الطبخ عشان ترضيه. اوتوماتيك حاجة من جواكي بتخليكي تعملي كده علشان ترضيه، علشان تكوني عند حسن ظنه، عند توقعاته. بيكتب لك نص حياتك، بتعملي اللي هو كاتبهولك بالظبط. يقولك مثلا وانتوا لسه مخطوبين: انا عارف ان شخصيتك قوية جدا ومستقلة، ومش هترضي ابدا ان انا اللي ادفع كل مصاريف البيت لوحدي. عارف انك هتصممي تدفعي النص بالنص. تقوم انت تعملي ايه؟ تقولي له اه طبعا يا حبيبي، انا ما اقدرش، انا ما اقبلش ابدا ان انا اقعد كده اشتغل وفلوسي كلها تبقى ليا لوحدي. لا، انا لازم ادفع في مصروف البيت. رغم انه ممكن يكون سقط من نظرك اصلا وما بقاش راجل بسبب، يعني، انه مش هيدفع. المفروض ان الراجل يتحمل كل اعباء الحياة الزوجية، ويتحمل كل مصاريف البيت، مش هو الراجل؟ انت ممكن تكوني شايفة كده من جواكي، بس انت هتقولي له وهتردي عليه وتقولي له ايوه طبعا يا حبيبي، من غير ما تقصدي. انت ماشية على السيناريو اللي هو بيكتبهولك. يجي يقولك: انا عارف، عارف انت اتضايقتي من كذا. يا سيدي لا، انا مش متضايقة، لا 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 لا. لا، انا عارف انك متضايقة، انت من جواكي متضايقة، انا فاهمك اكتر منك، انا فاهمك اكتر من نفسك. معقولة؟ طيب خلاص، طالما انت فاهمني اكتر من نفسي، تصدق فعلا. تبدأي تدوري على حاجة في الموضوع فعلا اللي انت ما كنتيش حاسة انه مضايقك ولا حاجة، تدوري على حاجة تكون ضايقتك علشان هو عايز كده. وانتوا متجوزين مثلا تروحي تقولي له انا عايزة اشتغل. يقولك: انت تشتغلي؟ مش ممكن، انت ما تعرفيش تخرجي من البيت اصلا، ده انت لو خرجتي تتوهي، مستحيل. فكرك هتوصلي لحاجة مثلا؟ مش ممكن. تبدأي انت تشكي في نفسك وتؤمني فعلا انك مش هتنجحي وهتفشلي ومش هتوصلي لأي شيء. ليه؟ لأنه كتبلك النص ده، كتبلك السيناريو اللي انت لازم تمشي عليه. يبتدي يوضح لك الصورة اللي بعد كده. انت لو خرجتي هتتحملي بقى أعباء المواصلات، وهتتحملي ازاي هتقدري تصرفي على نفسك وعلى مشوارك اللي رايح جاي، وعلى الميك اب بتاعك، وعلى أكلك وشربك، مش جايبة همها، مش جايبة همها، خليكي قاعدة في البيت أحسن. شوفي، بيحسسك انك لازم تصدقي وتؤمني باللي هو بيقوله، اللي هو بيقوله بس. هو اللي شايف كل حاجة. يقولك أنا شايف اللي أنت مش شايفاه. أنا اللي بخرج وبحتك بالناس وعارف أكتر منك، أنت ما بتعرفيش حاجة خالص. أنت ده المدى بتاعك، حدود الشقة اللي أنت ساكنة فيها، حدود البيت اللي أنت قاعدة فيه، هو ده المدى بتاعك. لكن أنا المدى بتاعي كبير جدا. أنا بختلط بناس وبحتك بناس وبعرف، لكن أنت ما بتعرفيش حاجة خالص. فلازم أنا
اللي اقولك تعملي ايه وما تعمليش ايه. انا الصح. تبقي فرحانة قوي قوي ورايحة تكلميه وانت كلك امل وتفاؤل، وتقولي له مثلا ايه رأيك، انا فكرت اعمل مشروع وانا في البيت اهو، مش هخرج. هعمل مشروع طبخ، وانا بعرف اعمل اكل كويس، وهشتغل وهعمل اوردرز من البيت وهبيع وهكسب. يقولك انتي يا سلام، هو انت فاكرة ان شوية المحشي اللي بتعمليهم ولا حبة الملوخية يقوموا مشروع مثلا؟ يسخف ويحط من كل حاجة انت بتعمليها. على فكرة كل الستات بتعرف تطبخ، هيشتروا اكلك بمناسبة ايه؟ فانت تفضلي تفكري بينك وبين نفسك وتقولي ما فعلا صح، هو انا يعني هعمل ايه؟ هعمل اللي محدش بيعرف يعمله؟ ما فعلا كل الستات بتعرف تطبخ. لا 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 لا، اكيد مش هنجح، محدش هيشتري اكلي. بس شيل الفكرة دي من دماغك خالص. رسملك سيناريو حياتك، رسملك نص، كتبلك نص وعايزك تمشي عليه. كسر مقاديفك، حط من قدرك، بوظ معنوياتك، عرفك اللي هو شايفه فيكي، او اللي عايزك تبقي توصلي له، انك تفضلي خاضعة في البيت ليه هو لوحده. فابتدى يرسم لك صورة عن المستقبل الوحش السيء علشان تخافي منها وتفضلي ان انت تفضلي قاعدة في البيت ما تعمليش اي حاجة. بيبقى حاسس من جواه انك لو نجحتي هتسيبيه، وممكن يقولها لك على فكرة، ممكن يقولها لك، يقولك انت لو نجحتي هتسيبيني، انا عارف ان انت هتسيبيني. فتبدأي انت تعملي كل حاجة عكس اللي هو بيقوله ده عشان تثبتي له انك مهما نجحتي مش هتسيبيه. كاتب النص بيتصل مثلا بيكي في التليفون ويقولك انت نبرة صوتك مش مريحاني، مالك، انت بتعملي ايه، كنت بتكلمي مين، ليه اول ما رديتي ما قلتليش، ليه اول ما رديتي ما قلتليش ايوه يا حبيبي زي ما احنا متعودين، انت عندك حد، في حاجة غلط بتحصل، ايه اللي بيحصل، انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. يا حبيبي مفيش حاجة غلط، ليه ما بتقوليليش يا حبيبي، انت عادة اول ما بتردي بتقولي لي حبيبي. فانت تقومي تعملي ايه، تقولي له حبيبي، حتى لو مش في دماغك او انت مش في مود تقولي حبيبي او مش حاسة بده دلوقتي او مش وقته. فانت تفضلي تحت ضغط انه اول ما تردي على تليفون لازم تفضلي تقولي له يا حبيبي ويا عمري ويا قلبي ووحشتني حتى لو انت في شغل، في ميتنج شغل، لازم تردي تقولي كده، لانه كتب لك النص ايه بالظبط اللي تقوليه له، ايه اللي بالظبط تعمليه، والا هتلاقي غضب ووجع دماغ ومشكله. فتفضلي انك تخلصي من كل ده وتعملي اللي هو عايزه، تمشي على النص اللي هو كتبه لك. حتى لو قعدتي معاه وقلتي له على فكره انا بقيت بتضايق جدا من الحاجات اللي انت بتعملها دي، بقيت بتضايق من اللي انت بتقوله ده، يقول لك لا 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 لا، انا عارف انا بقول لك ايه، انا عارف ان اللي انا بقوله لك صح، اوعي تفكري ان انا بتكلم كده اي كلام، لا انا بتكلم وانا فاهم وعارف انا بقول لك ايه كويس قوي. ما عندوش استعداد يسمع غير اللي هو مخطط له وكاتبه فقط لا غير. كاتب النص عايزك روبوت، روبوت هو اللي مبرمجه، هو اللي عارف مفاتيحه، هو اللي عارف يقولك ايه فانت تتصرفي ازاي، يدوس على اي زرار فيطلع منك رد الفعل الفلاني. هو ده اللي بيعمله معاكي النرجسي. صدقيني مجرد ما هتسمعي فيديو النهارده وتعرفي وتفهمي قد ايه هو بيبرمجك وبيعودك على اللي هو عايزه، هتقدري تفهمي
وتقدري تستوعبي. لو انت لسه في اول العلاقة هتعرفي تعملي ستوب فورا، ولو انت متجوزة هتفهمي اساليبه وهتعرفي تعملي عكسها تماما. المعرفة هي العلاج. باللي احنا بنعمله في فيديوهاتنا بنعالجك. الناس اللي بتقولي اعملي فيديوهات عن التشافي، والله يا جماعة هو ده التشافي. هو ده التشافي، انك تعرفي وتفهمي الاساليب وتفهمي هو ازاي بيفكر. هو ده التشافي. لما تفهمي كويس قوي هو بيعمل معاكي ايه هتعرفي تتصرفي. يعني لما واحدة مثلا يقول لها انا عارف ان انت حتى لو في وسط عزومة اهلك دي كلها وطلبت منك انك تجيلي دلوقتي حالا هتسيبي كل الناس دي وتجيلي. فتقومي تعملي ايه؟ تسيبي كل الناس وتتحججي بأي حجة علشان تروحي له، مع انه ممكن تكون عزومة عيلتك دي مهمة جدا وانتوا ما تقابلتوش من زمان وبقالكوا كتير قوي ما شفتوش بعض. في ناس بقالك شهور ما شفتيهاش ومستنية الفرصة انك تقعدي معاهم وتفكي عن نفسك وتخرجي من جو البيت وتخرجي من جو المطبخ وتخرجي من ضغط النرجسي عليكي، وقاعدة مع اهلك قاعدة أسرية جميلة. فيروح متصل بيكي ويقولك الكلمتين دول، فانتي بسرعة جدا تقومي تلبسي وتسيبي كل الناس وتبقي عايزة تخرجي بأي طريقة. تتحججي تقولي لهم ان هو تعبان، تقولي لهم ان في مشكلة، تقولي لهم ان حصل عنده ظرف ولازم ابقى معاه. المهم ان انت هتعملي اي مشكلة واي حاجة علشان تروحي له. ليه؟ لانه كتب لك السيناريو ده، ولو ما عملتيش كده تبقي انت مش عند حسن ظن، تبقي خيبتي امله. ولما ترجعي البيت تلاقي البوز الشبرين وتلاقي الكلام اللي انا مش على بالك. ما انت لو بتفكري فيا ولا مهتمة بيا كنت جيتي. ما انت لو بتحبيني كنت فضلتيني عن اي حد في الدنيا. من رغم انه عارف ومتأكد ان عزومة اهلك دي او اللقاء اللي بينك وبين اهلك اللي ما شفتهمش بقالك شهور، مثلا خالاتك عماتك اعمامك ايا كان، ده هيفرق معاكي جدا وهيفرق في نفسيتك جدا. بس لا، اللي انا عايزه هو اللي هتعمليه، اللي انا عايزه هو اللي هتمشي عليه. هو ده كاتب النص. فتخيلوا معايا كده لما واحدة تبقى فاهمة اسلوب كاتب السيناريو ده او كاتب النص ده، فاهمة الاسلوب دوت اللي هو بيعمله معاها، وفعلا هي دلوقتي في عزومة او في مكان شغل او في رحلة او ايا كان هي فين، وحاول يعمل معاها الطريقة دي، وهي دلوقتي سمعت مثلا الفيديو ده وفهمت الاسلوب ده، تفتكري هترضخ له؟ تفتكري هتسيب كل الناس فعلا وترجع له؟ ما اعتقدش. انت كنت بتعملي ده زمان لانك مش عارفة، بتعمليه بتلقائية، بتعمليه وانت مسحورة مجذوبة ليه. لكن دلوقتي واحنا بنشيل الغشاوة من على عينيكي واحدة واحدة، بنرفع الستارة حتة حتة، اكيد هتفهمي وتعرفي تردي على الاساليب دي وتحسسيه انك مش سهل ابدا انه يتلعب بيكي. عشان كده بقول لكم خليكم معانا في كل فيديوهاتنا، وفي كل مرة هتعرفي اكتر وتفهمي اكتر. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. اشوفكم الحلقة الجاية.